السلام عليكم، معكم محمد حسين عبد النبي الصايغ تاجر الذهب. إذا أردنا نتكلم عن الورش في الكويت وأنواع العاملين في الورش، نشاهد أو نلاحظ هناك عنصرين أساسيين حالياً، اللي هما العنصر الهندي والعنصر الباكستاني. طبعاً هذا العنصرين قدموا وأتوا بتراثهم للسوق الكويتي. قديماً كنا نشاهد، قديماً نتكلم عن قبل الغزو، كان هناك اللي هم اللي يشتغلون بالذهب، اللي هم الصابئة، اللي هم يجونا من وين؟ من البصرة. هذولي كان عندهم دقات تتميز فيها. طبعاً الحين حالياً اختفت بعد الغزو، ولكن قبل الغزو أنا استذكرها هذه الدقات اللي هي الصابئة. المستهلك الكويتي كان يعني يعشق هذه الدقات. وعندنا أيضاً دقات بغدادية. هذه الدقة البغدادية منيات من اللي كانوا يشتغلون في الورش. كان ما قلنا لكم اللي هم أهل اللي جاي من البصرة كانوا يشتغلون بصناعة الذهب، ونقلوا تراثهم. أي واحد يشتغل في صناعة الذهب ينقل فكرة، ينقل نقول طابع معين. احنا نقول السوق، نقول الطبيعة الكويتية أو المنتج الكويتي يتميز بالبساطة. لو نروح المنتج الهندي يتميز بالتعقيد في التشغيل في المشغول هذا، لأن نلاحظ هناك كثير من النقوش، كثير من الألوان في هذا المنتج اللي هو صنع من اللي هو العامل الهندي. لذلك نقول دائما العامل الهندي يتميز بالصبر والدقة. العامل الباكستاني يتميز بالسرعة وكبر المشغول. دائما اللي هم قوالب الباكستانية، انزين، إذا تبي قوالب، لما تشوف لما تمشي بالسوق الكويتي تشوف قوالب كبيرة، إذن ارجع للذاكرة واعرف أن هذا المنتج جاي من عامل أو مشغول أو شخص جاي من باكستان. عندنا أيضا اللي كانوا يشتغلون، كانوا يشتغلون بصناعة الذهب، أهلنا كانوا يصكون الذهب، كانوا يصكون بعض الليرات الذهبية. كنا نجيب القوالب ونصنعها ونصب الذهب بنفسنا. وأيضا كنا التراجي، خصوصا التراجي، كنا أهل الأول أو الكويتيين أول كانوا يروحون يصبون الذهب. كان مشروعاتهم بسيطة، عبارة عن شنو؟ عن قلايد، عن تراجي. وهذه التراجي وهذا القلايد تعكس الطابع الكويتي. مثال باب خوخة، الكل يعرف باب خوخة. ها باب خوخة عكسوه على المنتجات. نحن نشوف بعض المنتجات الكويتية القديمة اللي نستذكرها، كان باب خوخة ينعكس عليها. وغيرها من المنتجات اللي هي ما استذكرني الذاكرة، ولكن المنتجات الكويتية لها طابعها. بس ما يعني فترة طافت، فترة الخليجيين مشروعات بحرينية أيضا صحيح. أهل البحرين لما كانوا يشتغلون كان يستورد من عندهم، وكانت العمالة البحرينية تتميز بنظافة الشغل. يعني نقول روح البحريني موجود في هذا المشغول اللي كان يصنعه منه، اللي يصنعه أخونا الخليجي من البحرين. بالنهاية هذه حاليا السوق الكويتي الموجود عنصرين موجودين فقط، الهندي والباكستاني. أما العناصر القديمة اللي هو اللي قلنا لكم البحريني أو حتى الكويتي أو كلها اختفوا. اللي حاليا المنتجات كلها عبارة عن روح يا هندية أو باكستانية، وهذه تنتج عنها القوالب اللي موجودة حاليا. أما القوالب الكويتية تكاد تكون اختفت، بحكم أن المشغول أو العامل الكويتي ما قام يدخل الورش، لذلك نشوفها مختفية. أو العنصر الكويتي ينقل لك، نعم، العنصر الكويتي ينقل هذه الخبرة أو هذه الفكرة إلى العامل اللي يشتغل بالورشة ويصمم له حسب رؤيته. أتمنى استفادة المشاهد من هذه الفقرة في معرفة اللي يصنعون الذهب في السوق المحلي الكويتي حالياً.
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الفارسة مريم أحمد بهرامي، فارسة في مجال ترويض الخيل ورياضة قفز الحواجز. حابة أتكلم معاكم اليوم عن اللياقة البدنية للفارس واللياقة البدنية للخيل أو الحصان الرياضي أو اللي يتم المشاركة فيه في الرياضات المختلفة في مجال الفروسية. هل متطلب مني أنا كفارس أن يكون عندي لياقة؟ وايد يعني أحيانا نسمع أن الفروسية لا تعتبر من رياضات لأن الحصان هو اللي يقفز، الحصان هو اللي يركض، الحصان هو اللي يؤدي، فبالتالي ما يهم لياقة الفارس، مو مهم وزنه، مو مهم تغذيته، مو مهم، أو ما يعني عندهم ظن أو فكرة بأن الفارس مو قاعد يمارس رياضة أثناء ركوبه للخيل وأثناء مشاركته في هذه الرياضات. طبعا هذا الكلام في جانب كبير من الخطأ. اللياقة مطلوبة لكل من الفارس والحصان. بداية بالفارس، الفارس لازم يكون يراعي وزنه، لأن الأداء الخيل تحته، سرعته، قدرته على الاستجابة للأوامر اللي يعطيها، للطلبات اللي يطلبها منه، هذه كلها طريقة حركته ممكن أن تعيق أداء الحصان، وبالتالي تعيق إنتاجيته وتأثر على إنتاجيته ونتائجه في أثناء مشاركاته في هذه الرياضات. لازم بالإضافة إلى حرصه على وزنه وعلى تغذيته، إضافة إلى محافظة الفارس على وزنه، لازم يمارس رياضات تساعد على مرونة حركته، مرونة المفاصل، ورياضات تساعد في محافظته على توازنه فوق ظهر الحصان، وتقوية العضلات المطلوب منه تقويتها، مثل عضلات المعدة أو الكور، عضلات الظهر، أسفل الظهر، عضلات الأرجل والساقين، لأن هذه كلها في أي ضعف من هذه العضلات ممكن، ومو بس ممكن، أكيد راح تأثر على حركة الفارس فوق الحصان، وبالتالي تأثيره وإعاقته على حركة الحصان وأدائه. بالنسبة إلى لياقة الحصان وقدرته على أداء الرياضات أو التمارين المطلوبة منه، مهمة في أن احنا نعلم الخيل أو ندربه عن طريق تمارين تزيد من لياقته، تزيد من مرونته، تزيد من ثقافته ومن الاكسبيرينس والخبرة اللي يحتاجها في الميدان أثناء مشاركته في السباقات أو البطولات، بحيث أنه هو تخفف عليه الضغط النفسي، تخفف عليه الضغط البدني، تخفف عليه الصدمة اللي ممكن تيله في أمور قد يكون ما له خبرة فيها، في مواقف ينحط فيها، سواء من ناحية المسافات، من ناحية الوقت، من ناحية نوع الحواجز وغيرها من الأمور. أحيانا حتى طبيعة الميدان من ناحية إضاءته، من ناحية الجمهور، هذه كلها محتاجة إلى تهيئة. الاثنين طبعا، الفارس والخيل، محتاج إلى تغذية سليمة، محتاجين إلى عناية دائمة، محتاجين إلى علاج طبيعي بشكل مستمر، ومتابعة أداء العضلات وسلامتها نتيجة للاستخدام المستمر والضغط على هذه العضلات بشكل تقريبا يومي. ونتمنى دائما السلامة لكل الفرسان وخيولهم، ونتمنى من الجميع المحافظة على لياقته وليس الاعتماد على لياقة الخيل فقط. وإن شاء الله نكون فدناكم في هذه المعلومات البسيطة، ونشوفكم على خير.